السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكنت. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز تاكوس او خبز تورتيلا. ايضا غادي نشارك معكم الحشوه المعتمده عندي بواحد الطريقه مبتكره، خبز ايضا اللي كيجي اكثر من رائع. كل شيء هذه المعلومات غادي تشاهدوها اليوم في هذا الفيديو، فما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقاتكم او البارطاج. ولا كنتوا جداد ما تنسوش ديروا اشتراك ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نوضع فيه الماء. هنا بالنسبه للماء يكون دافي غير شويه، يعني يكون دافي بدرجه حراره الجسم. خديت هنا 2 كيسان ديال الماء، شويه الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وغادي نضيف 2 معالق ديال الزيت وواحد المعلقه ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وكتذوب ليا هذيك الخميره. ومن بعد غادي نضيف الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق فغادي نعبروه بنفس الكاس اللي عبرنا به الماء، فاي كاس عبرتوا به الماء غادي تعبروا به الدقيق حتى هو. هنا ضفت الكاس الاول ومن بعد ضفت الكاس الثاني، ودابا هذا هو الكاس الثالث. كنضيف كاس بكاس وانا كنطرب باش هكذا كتسهل عليا العمليه ديال العجن، وما كنحتاجش انني نبقى ندلك في العجينه ديالي مده طويله باش نتحصل على عجينه طريه ومندمجه. صافي هنايا غادي نضيف 3 ديال الكؤوس اخرين، يعني في المجموع استعملت 2 كيسان ديال الماء مع 6 ديال الكؤوس من الدقيق. صافي هنايا العجينه كيف ما كتشوفوا بالزربه كتندمج. كنحاولوا هكذا نعجنوها مزيان حتى كنتاكدوا انها اندمجت تماما. ومن بعد كنجمعها هكذا وكنغطي عليها واحد 5 او 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنرجع ليها كنعاود نخدمها بهذه الطريقه هذه. فبهذه الطريقه هذه كتغنينا على الدليك وكنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتجي رطبه بزاف. كنبقى هكذا كندخل هذوك الاطراف ديال العجين للداخل حتى كيرجع داك السطح ديال العجينه املس، ومن بعد كندهنها بالزيت ونعاود نغطي عليها ونعاود نزيد عليها شي منديل ونخليها في شي مكان دافي باش تختمر. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الكفته. فبالنسبه للاخوات هكذا اللي كيبغيو كفته ديال الدار وكيبغيو يطحنوها بطريقه اللي تجيهم سهله، فكناخذ انايا قطع ديال اللحم هكذا اللي ما يكونوش فيها هذوك الخيوط، وكنوضعهم في واحد البلاطو وكنغطيهم بواحد البلاستيكه وكنوضعهم في المجمد. من بعد ما كيجمد هذاك اللحم كناخذو كنقطعو هكذا مربعات صغيره. الا بغيتو تضيفوا ليه من طبيعه الحال واحد القطعه ديال الشحم باش تجيكم الكفته ديالكم فيها واحد النسبه ديال الدهون كتضيفوه. ومن بعد كنطحنوها في الهشوار. صراحه راه كتجي كفته ولا اروع. من طبيعه الحال بزاف ديال الاخوات ما كيبغيوش هكذا ياخذوا كفته فيها الدهون بزاف، وعند الجزار راكم عارفين اش كاين. فلهذا ممكن تستعملوا هذه الطريقه هذه، فكتجي بها الكفته صراحه روعه. هانتوما شوفوا اللون ديالها ما شاء الله، يعني كي كتجي كيجي اللون ديالها مفتوح، وكتحكموا حتى في السمك ديال ديك الكفته واش بغيتوها مطحونه مزيان اولا ما مطحوناش مزيان. عكس الا خليتو اللحم طري وبغيتو تطحنوه في لاشوار ما كيطحنش مزيان. فهاد الطريقه هذه راه هي واعره. هنايا غادي نضيفوا واحد المكون اللي غادي نعمروا به الطاكوس. صراحه راه كيجي بنين وما كيبانش نهائيا، اللي هو الملفوف اولا المكور اولا الكرومب، كل واحد واش كيسميه. كنظن عنده اسماء اخرين كتبوها لي في التعاليق. هنا غادي ناخذ غير النص ديال هذيك المكوره تقريبا. هذيك المكوره غيكون فيها واحد الكيلو اولا كيلو الا ربع. المهم نتوما غديروا عينكم ميزانكم. غادي ناخذو هنايا وغادي نحاول هكذا نقطعو رقيق اولا ندوزو هكذا في الهشوار. يفضل هكذا في الهشوار باش ما كيبقاش يبان قطع غليظه. فهنايا هاد الكرومب اولا الملفوف راه هو غني بزاف، بالاضافه لانه بزاف ديال الاطفال ما كيبغوش يتناولوه، فبهاد الطريقه راه ما كيبانش ليهم نهائيا. ضفت عليه تما شويه ديال زيت الزيتون، قبيصه ديال الابزار وقبيصه ديال الملحه، ووضعته فوق النار مهيله اولا متوسطه، ومع التحريك المستمر من طبيعه الحال حتى كيطيب وكينقص الكميه ديالو بزاف. وكان يعني ملي كنذوقو هكذا كنتلقاوه صافي راه طاب مزيان. صافي في هذه المرحله غادي نزولو، غادي نوضعو في واحد الجبانيه. وايضا كيف ما شفتوا خديت تقريبا واحد 2 بصلات، قطعتهم هكذا في الهشوار. حتى هما نفس الطريقه غندير لهم شويه ديال زيت الزيتون اولا زيت نباتيه وشويه الملحه وغنديرهم فوق النار. بالنسبه لهذيك الكفته درت لها شويه الملحه، شويه البابريكا، الابزار، وشويه ديال العطريه ديال الطاكوس. هنا من بعد ما هذيك البصله ديالنا كطيح كنجيب الكفته اللي ضفت لها هذيك العطريه وكنضيفها على البصله. فشوفوا ما شاء الله اللون ديال الكفته كيف كيجي. فهنايا حتى الا كنتو هكذا باغي شويه الكفته تقضيو به الغرض وما كانتش عندكم الكفته، فهاد الفكره راه كتنفع بزاف. انا دائما كناخذ شويه ديال اللحم، ملي كناخذ اللحم هكذا دوك القطع اللي كيبانوا ليا فيهم غير الهبره ما فيهم العظمه لا والو، كنقطعهم شرائح رقيقه وكنوضعهم في واحد البلاستيكه
وكنوضعهم في المجمد الوقت اللي احتاجيت الكفته كنخرجهم. صافي هنايا من بعد ما طابت هذيك الكفته مع البصله غادي نضيف عليهم هذاك الملفوف وغادي نخلط هكذا. هاد الحشوه هادي راه كتجي بنينه والله البنات، ما كيتبان فيها كاع ديك المذاق ديال المكور، غير طيبوه مزيان حتى يدخلوا الطياب. هنا انا راه مجرد ما طابت هذيك الحشوه راه تلقيتهم كيعمروا منها في الخبز لان المذاق ديالها بنين بزاف. صافي هنايا غادي نزول الحشوه وغادي نخليها من طبيعه الحال على جنب باش تبرد. في هذه الاثناء هذه العجينه ديالي راه اختمرات، غادي نخرج منها هذاك الهواء اللي فيها. انتم شوفوا ما شاء الله كتجي واحد العجينه اللي هي مندمجه وبحال دلكناها وعاودنا دلكناها. العجينه من طبيعه الحال خاصها تكون قابطه في راسها، ما تكونش العجينه مرخيه. صافي هنايا غادي ناخذها وغادي نبدا نقسمها من بعد ما خرجت من هذاك الهواء. غادي نقسمها ل 12 قطعه، الا وزنتهم بالميزان تقريبا غادي تكون واحد 80 غرام في كل قطعه. صافي هنايا غادي نبدا نلولبهم بلا دقيق حتى كنكملهم، عاده كنرش شويه ديال الدقيق في البلاطو وكنوضعهم وكنغطي عليهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم يعاودوا يطلقوا. هنا غادي ندوز باش نحضر الصدر ديال الدجاج اللي غادي نضيف ليه شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال الابزار، الملح وشويه ديال البابريكا وواحد معلقه كبيره ديال صلصه المطارد، ايضا واحد معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا ومعلقه كبيره ديال الحامض وشويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه ديال العطريه ديال الطاكوس وواحد المعلقه ديال مركز الطماطم اولا ديال الصلصه الحاره على حسب شنو كتفضلوا. صافي هنايا غادي نوضعوا فوق النار وغادي نستمر هكذا في التحريك. هنا ديروا ليه النار مجهده باش هكذا هذاك صدر الدجاج اولا لداند على حسب شنو استعملتوا ما يطلقش لكم الماء. صافي هنا من بعد ما كيطيب تماما وكينشف ما كيبقاش فيه الماء كنزولو وغادي ندوز هنايا باش نكمل تحضير ديال الخبز. فانا مشيت معكم هنا مرحله بمرحله على حساب داكشي اللي خدمت باش هكذا كتربحوا الوقت، وفي نفس اللحظه هكذا كل حاجه كتكون عندكم واجده في الوقت ديالها. صافي هنايا غادي نبدا كنطلق في هذوك الكويرات. في الاول كنطلقهم هكذا غير شويه، يعني كنطلقهم غير بحال شكل ديال خبيزات صغار اولا قريصات باش كيجوني ساهلين انني نتحكم في السمك ديالهم. لان الا جيت نطلقهم من المره الاولى على سمك رقيق ما غاديش يبغيو يطلقوا ليا، غيبقاو يتعوجوا غيبقاو غادي يعذبوني في الخدمه. فلهذا بهذه الطريقه هذه راه كنخدمهم بكل سهوله. كنوضع واحد الكميه مهمه من الدقيق بين كل قطعه واختها. الا خفتوهم يلصقوا لكم او ما كنتوش متمكنين من العجينه حاولوا توضعوهم فوق واحد الثوب اولا هكذا في بلاطو تبقاو تفرقوا بيناتهم بالبلاستيك الغذائي. انا بالنسبه ليا ما كيلصقوا ما والو لانني كندير واحد الكميه ديال الدقيق. صافي هنايا من بعد كنقلبهم. اول وحده اللي حطيت هي اللي كنهزها باش كنبدا كنورقها دائما بالاستعانه بالدقيق. ممكن تخلطوا خليط ديال النشا والدقيق الا بيتهم ما يجيكمش مغبرين بزاف بالدقيق. كناخذ هنا واحد الصحن اولا واحد الاناء اللي غادي نوضع فوق منه القطعه ديالي من بعد ما رققتها مزيان. هنا راه تقريبا ارجع القطر ديالها ربما واحد 30 اولا 28 بحال هكاك وربما اكثر، صراحه ما عبرتهاش، ولكن راه القطر ديال هذاك الصحن راه كبير. يعني كتجي قدها قد الحجم ديال الاوراق ديال الطاكوس الكبارين، الحجم الكبير. صافي هنايا بنفس الطريقه غادي نستمر دائما كنورق وكنقلب العجينه وكنعاود نحيد داك الدقيق بيدي. دائما كنراقبوا ما نخليوهاش يكون فيها الدقيق بزاف وفي نفس الوقت ما نخليوهاش تنشف باش ما تلتصقش لنا مع سطح العمل. انا هنايا غادي نفرق بيناتهم بالورق ديال الطبخ. ممكن كيف ما قلت لكم تستعملوا البلاستيك الغذائي اولا السلوفان، ديروا قطعه ديال السلوفان بين كل حبه وحبه باش هكذا ما يلتصقوش لكم اثناء العمل. وانتم كيف كتشوفوا كنبقى هكذا كنسرح في هذوك القطع. الا كانت عندكم كميه كبيره وكان الجو سخون حاولوا توضعوا هذوك القطع اللي بسطوا في الاول في الثلاجه باش كيقبطوا في راسهم ما كيزيدوش يخمروا. صافي من بعد ما كملت الكميه كلها مباشره غادي ندوز باش نطيبهم. فانتم شوفوا ما شاء الله كنوريكم الورقه كيفاش دايره، راه كتجي رقيقه وشفافه. هنا مجرد ما كنوضع وحده غير كنحس بها بدات كطيب كنقلبها وكنوضع على الوجه ديالها حبه اخرى. انتم شوفوا بنفس الطريقه والخبز ديالنا كينتفخ ما شاء الله. هنا بهذه الطريقه راه ما كيجيناش الخبز ناشف وما كيبقاش يتهرس لان كل وحده كطيب بداك البخار ديال اختها وكيرجع الى هذاك الصهد باش كترطب. كنبقى كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل دوك 12 قطعه كلهم كنطيبهم مره واحده. وراه بالزربه يعني راه مجرد ما كنحطها شويه كنطلع عليها من تحت كنطلقها بدات هكذا كيظهروا فيها دوك البقع كنقلبها. يعني الطياب راه هي اسرع مرحله.
صافي هنايا من بعد ما زولت الخبز ديالي، ها نتوما شوفوا راه باقي سخون. هنا يفضل انكم تغطيوه وتخليوه واحد شويه حتى يبرد. ما تستعملوش وهو سخون. هنايا خليته انا برد ومشيت وجدت الفريت. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نجي باش ناخذ من الخبز ديالي. هانتوما شوفوا ما شاء الله راه كله كيجي هكذا رطب وكيجي رقيق بحال اللي كناخذوا من المحلات. ومن طبيعه الحال راه ما كيتقطع ما كيتهرس ما والو. هذا كيرجع للطريقه باش كنطيبوه. انا غادي ناخذ هذاك اللوجه ديال الخبز اللي هو فيه دوك البقع هكذا محمرين. غادي نرجعو الفوق. غادي نوضع فوق منه الصلصه. من طبيعه الحال الصلصات اولا لي صوص راه كيبقاو اختياريين. نتوما كتخدموا بالصلصات اللي عجبوكم. ممكن تخدموا بديال على برا وممكن تحضروهم في الدار. راه كنت حضرتهم معكم في فيديوهات سابقه. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال الصلصات في صندوق الوصف. صافي هنا كنوضع شويه ديال هذاك لداند اولا صدر الدجاج على حساب اللي بغيتو. وكنضيف عليهم شويه ديال الكفته. كنضيف واحد القطعه ديال الجبن. وكنضيفوا الفريت وكنضيفوا فوق منهم لي صوص. وكنسدوا بهذه الطريقه هذه كنوضعوا هذا الجانب ومن بعد كنضغطوا هنايا. كنحاولوا بحال كنلمطوهم يعني بحال الشكل ديال الطلماط. كنجروا هاد الجناب هادو يدخلوهم من الاولين باش كيعطينا داك لا فورم ديال الطاكوس. عاده كنسدوا هذاك لي صوص ضروري ندهنوهم في وجه الخبز كامل باش هكذا الطاكوس ديالنا كيجينا بنين وفي نفس الوقت كيتسد لينا مزيان. يعني ما كيبقاش يتحل وداك الخبز حتى هو ما يجيناش ناشف. صافي هانتوما بنفس الطريقه كنضغط هنايا في هاد الجنيبات حتى كيتقادوا. يعني كياخذ الطاكوس لا فورم ديالو كيتصير وكنقلبو. وكيكون هذا هو الشكل ديالو. ومن بعد من طبيعه الحال كتجي المرحله ديال الطياب. كنوضعوه هكذا الا بغينا يجوا فيه هذوك الخطوط مائلين كنوضعوه بالجنب. وحاولوا ما تضغطوش عليه. انا هنا راه ضغطت شويه على الاله وبدا هكذا بحال كيطرطق شويه من الجناب. فحاولوا انكم ما توركوش عليه باش يتخليوه زعما يطيب على راحته. صافي هنايا من بعد ما كيطيب راه كنزولوه وكنقدموه بالصحه والراحه. صراحه راه كيجي رائع كيجي بنين. ومن طبيعه الحال راه هي حاجه خدمناها في الدار راه كنعرفوا شنو درنا فيها. وكتجي اقتصاديه بزاف على ديال الزنقه. خصوصا الناس اللي كتكون هكذا العائله كبيره وكيكونوا اطفال وكيبغوا هكذا يحضروا لهم حاجه اللي هي بنينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء وما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم والى الملتقى بحول الله والسلام عليكم.